تعالي أما أقول لِك بقى على الطريقة الصحيحة والمضمونة لتخزين البسلة بالجزر في البيت، وإزاي تحافظي على خضرها ولونها الجميل ده كده، وكمان إزاي تستوي معاكِ بعد التخزين في 5 دقايق. ومن فضلكم لو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. أول حاجة هنجيب البسلة بتاعتنا بعد ما نضفناها كويس، هنضيف عليها الجزر طبعًا بعد ما غسلناه وقطعناه مكعبات بالشكل ده كده، وهتحطي لكل كيلو بسلة بعد التقشير نص كيلو من الجزر، وبعد كده هتجيبي حلة فيها مَيّة مغلية وهتنزلي بالبسلة والجزر اللي إحنا عاملينها مع بعض وهتقلبيها كده تقليبتين، وهتغطي عليها وهتسيبيها كده تغلي غلوتين. واوعي تكتري عن كده علشان البسلة بتاعتك ما تتهريش معاكِ ولونها يتغير، وهتاخديها تصفّيها في مصفى، وبعد كده هتشيليها وهتجيبي طبق كبير فيه مَيّة ساقعة، هتنزلي بالبسلة بتاعتك طبعًا عشان تحافظي على لونها الجميل ده كده، وهترجعي تاني تاخديها وتصفّيها لتاني مرّة، وهتسيبيها في المصفى لغاية لمّا المَيّة اللي فيها كلّها تنزل، وبعد كده هتجيبي أكياس التخزين وهتحطي في كل كيس على قد الكمية اللي أنتِ هتحتاجيها، وهتاخدي الأكياس وتحطيها في الفريزر، ولمّا تيجي تشيليها من الفريزر عشان تعمليها اوعي تسيبيها تفُك، هتشيليها من الفريزر على طول وتحطيها في الحلة.